السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ صباح الخير، صباح النشاط، صباح البركة، صباح الرزق الوفير. اخباركم ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات لفيديو النهاردة. اخباركم ايه يا حبايبي؟ صباحكم كله خير وبركة وسكينة على كل حد بيسمعني. ربنا يا رب يرزقكم سعادة ما بعدها حزن أبدا. طبعا أنا بحب أدعي لكم كالعادة، وكالعادة يا سادة ربنا ما يقطع لنا عادة. حبايبي وحياة ربنا، ربنا يكرمكم من واسع فضله يا رب، ويفتح لكم أبواب الرزق كله، ويطمن قلوبكم، ويغمر بيوتكم يا رب بالسلام والطمأنينة والسكينة والفرح. ربنا يجعل يومكم كله جميل زي نيتكم، ويبارك لكم في صحتكم وفي أولادكم وفي بيوتكم. حبايبي زي ما بتسعدوني بحب ادعي لكم والله، لان انا بفرح جدا وانا بقرا الكومنتات بتاعتكم، وحياة ربنا بقراها بقلبي. ربنا يسعد ايامكم يا رب يا حبايبي. النهارده بقى يا حبايبي انا اكتشفت سر خطير بجد وحياة ربنا. انا عرفت ايه اللي يخليني ابقى عايشة في البيت مع ولادي. النسمة ها، انا دايما بقول لبابوهم ولادك دول نسمة، بسم الله ما شاء الله عليهم. ايه اللي يخليني ان انا قاعدة معاهم وصابرة، فاهمني؟ وفي نفس الوقت ما بقتش اتعصب بعد ما كنت بتعصب. فاهمني؟ اي حد يكلمني كنت زي البوتاجاز كده اطلع على طول، وحياة ربنا يا بنات. بعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا برضو عايزه اقول لكم، كل ما بلاقي حاجه حلوه اتغيرت فيا او حاجه حلوه عرفتها، طبعا انتوا اخواتي وحبايبي وعلى راسي، فبحب ان انا برضو ايه اقول لكم عليه. فانا هقول لكم فعلا عن اليوم اللي غير تفكيري، وحسيت فعلا ان انا بقيت عايشه هاديه من غير ما اتعصب، وبعمل شغلي وانا راضيه ومرتاحه وجميله كده. فاهمني؟ طبعا كلنا بنصحى من النوم اصلا مش قادرين. انا مش قادره، يا ده النهارده عندي حاجات كتير قوي، ده يوم طويل، وابقى مستنيه ان انا ايه اخلص كل اللي ورايا. اليوم ده بالذات بقى اللي انا كنت فيه ده، انا كنت تعبانه قوي قوي، وكنت قلقانه ومتوتره والله العظيم يا بنات. قلت لا، انا هفضل كل يوم كده، انا عايزه اغير حاجه فيا، حتى لو صغيره، حتى لو صغيره، فاهمني؟ بدات اعمل بقى ايه؟ قلت اول خطوه انا هعملها، هقعد كده هخلي 10 دقايق ليا انا، لأم مازن، انتوا فاهميني؟ ليا انا، مش للبيت ولا للولاد ولا للغدا. فاهميني؟ قلت لا، انا اقعد بقى اجهز ايه، اعمل لنفسي كده كوباية الشاي الاخضر بتاعتي بالنعناع. دي على فكرة مشروبي المفضل والله يا بنات. فقلت ايه، اقعد اعمل بقى كوباية الشاي الاخضر بالنعناع بتاعتي، واقعد كده مع ام مازن. فاهميني؟ اول حاجة قلتها لنفسي ايه؟ كلمت ربنا سبحانه وتعالى، وقلت له اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله العظيم 3 يا بنات، أنا حسيت براحة، وخدت كده نفس عميق، حسيت بهدوء. فعلا فعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعلا كلام ربنا حق ووعده حق. بعد كده يا بنات وانا قاعده بقى لغايه ما خلصت الكوبايه بتاعتي، طبعا انا بحب اكتب اولوياتي، طبعا انا قايله لكم عليها في الفيديوهات اللي فاتت. بحب اكتب اولوياتي، المهم فالاهم، فاهمني؟ فبدأت بقى يا بنات ايه، دخلت المطبخ، طبعا بسم الله ما شاء الله. انا عايزه اقول ربنا يديمها نعمه وحياة ربنا، عشان ماما كانت دايما الله يرحمها ويحسن اليها، كانت دايما تقول لي قولي الحمد لله ان في مواعين وفي غيرات غسيل وفي شغل، قولي كل ده الحمد لله. فانا ايه، دخلت المطبخ بدأت ابص للفوضى اللي في المطبخ، الكركبه اللي على الحوض واللي على البوتاجاز واللي على الرخامه، وانا اصلا حياتي كلها جوه المطبخ. يعني انا اصلا متهيألي انا عايشه في البيت ده للمطبخ. وحياة ربنا ماشي، بدات ابص لهم كده، وبعدين قلت ايه، يا انا اشوف ايه ابسط حاجه فيهم وابدا. بصراحه غسلت الكوبايات، وبعد كده الكوبايه جابت المواعين، وبعد كده بقى ايه، قمت داخله على الرخامه ملمعه الرخامه ومظبطه الدنيا. بدات الاقي الدنيا راقت في المطبخ، قلت الحمد لله يا رب اهي ابتدت تندع. بعد كده يا بنات، بعد ما خلصت المواعين بقى والبوتاجاز والارض فاهميني الحاجات اللي انتوا عارفينها، وروقت ظرف المطبخ، وكان في حاجات عايزه تتظبط في الظرف، عملتها. فاهميني؟ بصراحه يا بنات، بصراحه لقيت نفسي ان انا خلصت المطبخ
بسرعة قوي، نص المطبخ مش كله بصراحة، نص المطبخ بسرعة، والحمد لله يا رب لا مليت ولا اتعصبت، والله العظيم يا بنات. فقلت لنفسي ايه، هو انا ليه كل يوم بحمل نفسي فوق طاقتها؟ ما الحاجة سهلة اهي، ليه بحاول اخلي البيت كله كامل 24 ساعة؟ مفيش حد بيشوف دوت. ده العيالي ده انا كل ما بعمل لهم حاجة بينعكشوها، كل ما يجيبوا طبق بيجروا المطبقية، انتوا فاهميني؟ ليه بحمل نفسي فوق طاقتها؟ فقلت بقى ان انا لا، انا لازم اعمل حاجة جديدة. ايه هي؟ بدأت بقى يا بنات ان انا اقسم شغل المطبخ دوت، بدل ما اعمله كله، لا، انا قسمت شغل المطبخ ده على مراحل. زي ايه؟ قلت انا ربع ساعة هعملهم في ترويق المطبخ والمواعين والبوتاجاز وكده ده، واحط تايم لنفسي كده ان انا لازم انجز فيه يا بنات، انتوا فاهميني؟ ربع ساعة التانية قلت بصي الربع ساعة دي انا مش هخليها ربع، انا هخليها نص، انا هجهز فيها الغدا. وبعد كده قلت ايه، طب انا هعمل برضو، عارفه ما تعملي تايم لنفسك، فاهماني؟ يعني انا مثلا في الريسبشن قلت انا هعمل تحدي ربع ساعه في الريسبشن، شلت الركنه والترابيزات ومسحت وغيرت فرش الركنه وعملت النيش والمكتبه والالموتال، كله فاهمني؟ ده كله كان في تحدي الربع ساعه، ال 15 دقيقه، فاهمني؟ بعد كده قعدت ايه، عملت لنفسي كوبايه شاي وقلت ايه، اقعد اريح شويه، والله يا بنات زي ما بقول لكم كده، قعدت اريح شويه. عارفين حته الراحه الصغيره اللي هي مسافه ما تشربي كوبايه الشاي دي، والله العظيم دي بتعمل، دي معجزه، دي بتعمل فرق تاني في جسمي، انتوا فاهميني؟ بتديني باور، بتديني طاقه، بفصل وانقل لحاجه تانية، ها اللي بعده، اللي هو انا خلصت ده، ها يلا اللي بعده، فاهميني؟ بحس ان انا نفسيتي هديت وان انا مش مرهقه، ودي اهم حاجه، ان انت تشتغلي بحب وانت مش مرهقه. مش اصل هقولك على حاجه، الست ديت مش مكنه، الست لو وقعت البيت كله هيقع، فانا دايما ما بحملش نفسي فوق طاقتها. بس خدوا بالكم ان الحاجات دي اتعلمتها على كبر، انا كنت الاول لا، ده انا كنت الاول يا لهوي، اقسم بالله ده انا اتغيرت يا بنات، وحياة ربنا مش 180 360 درجة، انا اختلفت تماما بجد. واكيد ان كل واحدة لازم تتعلم ولازم تنضج وترتقي بنفسها، يعني فاهميني؟ انا اكيد انا غيرت من نفسي، بس بفضل الله التغيير كان للافضل بصراحة، فاهميني؟ المهم يا بنات ان الوقت اللي انا شربت فيه كوبايه الشاي ده وقعدت ريحت فيه، حسيت يا بنات ان انا ايه، ان انا بقيت اهدى ومش مرهقه بصراحه. وبرضو يا بنات حسيت ان العصبيه، اما اتعصب على اولادي مش ده اللي هيخليني ان انا اخلص الشغل بسرعه، لا، فاهميني؟ يعني لقيت نفسي لا بالعكس، انا لما بكون هاديه بحس ان انا بنتج اكتر، انما بقى لما بكون عصبيه واكون مش طايقه حد، بحس ان انا طاقتي خلصانه، بعمل وانا قلقانه، فاهمني؟ وانا بقى بشتغل بقعد اقول ايه، اللهم اشرح لي صدري، اللهم يسر امري، والله العظيم وانا قاعده، فاهمه؟ بحس سبحان الله كأن ربنا بيشيل حمل من على قلبي. جربي تحطي الذكر معاكي في كل اوقاتك، والله العظيم ده كلام ربنا حق، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جربي الذكر ما يسيبش لسانك، خلي كده بيتك يفرق في الروح الحلوة، عيالك يبقوا عايشين في هدوء وسلام وطمأنينة، ربنا يرزق زوجك الرزق الوفير، يرزقك انت كمان الرزق الوفير، كل ده ببركة الذكر. ده احنا من غير ربنا لا حول لنا ولا قوة، والله العظيم. يعني اذا كان فينا خير جوانا ولا كده ولا طاقة، ده بفضل الله سبحانه وتعالى، فاهمني؟ فانا هقول لكم بقى الخطوات اللي تمشيها. اول حاجه قسمي شغل بيتك وراحه لنفسك، ادي لنفسك اولويه، فاهماني؟ ادي لنفسك انت اولويه. 5 دقايق كده تقعديهم مع نفسك، تشربي اي حاجه بقى انت بتحبيها، شوفي قهوه شاي اللي انت عايزاه. على فكره يا بنات دي الحاجات دي مش رفاهيه، دي حاجات ضروريه بتفرق معاكي لاخر اليوم. وبدل ما تعملي تنظيف شامل كل يوم، لا ما تعمليش تنظيف شامل كل يوم، قسمي شغلك، قسمي شغلك. يعني اعملي مثلا في اليوم 3 حاجات بس، لف سريعة كده في المطبخ، ترتيب بسيط كده للأوض، فاهميني؟ برضو تشركي ولادك فيهم، تحضري مثلا حاجة من غدا بكرة لو غدا بكرة مثلا تقيل عليكي. وانا ماشيه بقى على نفس الطريقه دي الحمد لله، بدون عصبيه، بدون ضغط، بدون احساس ان انا يا رب اليوم ده يعدي كده وابقى عايزاه يعدي غصب عني، لا، والله العظيم يا بنات. يعني لو في سر هقولك عليه، اهتم بنفسك عشان تقدري تهتم ببيتك،
هو ده السر اللي انا عايزه اقولك عليه. اهتم بنفسك عشان تقدري تهتم ببيتك. وده يا بنات السر الحقيقي اللي فرق معايا، لان انتي اساس البيت. لو انتي اتهديتي خلاص كل اللي حواليك هيقع. خلاص. ولو انت بقيتي هاديه وكده كل حاجه هتتعدل حواليكي، لو انت بقيتي الحمد لله. فاهمين قصدي؟ فانتوا دايما يا بنات خدوا الامور ببساطه. ادي لنفسك الاولويه، دايما الاولويه، ما تنسيش نفسك. اوعي تنسي نفسك. انا كنت اقوم كده مش عارفه يعني زي المكنه، يلا خش شوف وراي، لا 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 لا. اهدى كده مع نفسي، ادي وقت لنفسي بعد ما اخلص الورد والصلاة بتاعتي، اكتب اولوياتي. فاهمني؟ لازم لازم في الحاجات دي، في الاساسيات بتفرق اليوم كله معاكي. والله يا بنات اليوم كله هتفرق معاكي. انا يا رب يكون الفيديو بتاعي وصل لقلوبكم، لان كلام طالع من قلبي. يا رب يا رب يكون وصل قلوبكم. ولو عايزيني يا بنات احكي معاكم في مواضيع انتوا تحبوا تختاروها، عيني الاتنين قولولي عايزين نتكلم في ايه. لو في اي اسئله اكتبوها لي في الكومنتات وانا ارد عليكم عيني الاتنين. وربنا يسعد ايامكم ويسعد قلوبكم، بحبكم بجد وحياة ربنا. يعني سبحان الله، انا مش بقالي معاكم كتير، بقالي شهور بسيطة بس. والله العظيم 3 وحياة ولادي ان انا حبيتكم كلكم. وبزعل قوي يا بنات، بزعل قوي لما انا بخش الحبايب كلهم واشوف شغلهم والفيديوهات بتاعتهم، والاقي نفسي ان انا نسيت حد. اقسم بالله بيكونوا غصب عني، حقكم عليا، انا بعتذر والله العظيم يا بنات. حبايبي اللي انا بحبهم اللي بيتابعوني وبتابعهم، لما بنسى منهم حد انا بكون حزينه قوي، اقوم جايبه كاتبه يعني الاسم القناه بتاعتهم تاني واخش ابص عليه. فحقكم عليا. لو وصلتوا لحد كده ما تنسوش ام مازن في اللايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.